اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين. النهاردة بقى إن شاء الله عندنا هنعمل إن شاء الله بقالنا كتير ما عملناش فيديوهات عجين مع بعض، فهنعمل النهاردة فطير بس يا جماعة خطير. هنبدأ بقى نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. معايا كده 3 كيلو من الدقيق، طبعا لازم انخلهم، حتى لو دقيق نوعية كويسة لازم يتنخل. وبعد كده حطينا 3 4 معالق من السكر، معلقة كبيرة من الملح، وكيس البيكنج باودر على ال3 كيلو. تمام كده؟ تمام. ولو عندك بقى معلقة هيبقى مثلا معلقة ونص كبيرة، يعني لو عندك بطرمان هتبقى معلقة ونص بيكنج باودر على مقدار ال3 كيلو. طبعا بقى جبنا كده مية دافية بعد ما قلبنا المقادير كلها مع بعض، السكر مع الدقيق مع الملح مع البيكنج باودر. تمام. هنمسك بقى نقلبهم الاول على الناشف، وبعد كده بقى ميه دافيه ونسمي الله كده، او ميه من الحنفيه، يعني هو كده كده عموما الجو بدأ يحرر معانا، فميه من الحنفيه عادي جدا. وهنمسك بقى العجين بتاعنا كده نسمي بالله ونتشاهد عليه، ونبدأ بقى نلت ونعجن فيه زي ما انتوا شايفين. هنبدأ نعجن في الدقيق او في العجين لا يقل عن 10 12 دقيقة. تمام، لحد ما يبقى معاكي في القوام ده. وبعد كده ما تحس ان العجينة لمت معاكي وبدأت تنعم، بلي ايدك بمية وابدأي بططي كده بايديكي على العجينة، هيديكي نعومية وطراوة حلوة قوي لعجينة الفطير. يعني الخطوة دي مهمة جدا. وبعد كده خدت بقى العجينه بتاعتي كده على الرخامه وبدات بقى اعجن فيها بالطريقه دي. اول ما احسها كده نعمت معايا وبقت زي الفل، هحطها في العجان اللي انا عجنت فيه، سواء طبق او عجان، مفيش اي مشكله. بس المهم تدهنيها دهنه من الزيت علشان وش العجينه معاكي ما ينشفش. انا عموما يعني سبتها حوالي كده 5 دقايق ترتاح، وبعد كده هبدا اكور فيها زي ما انتم شايفين. بس اهم حاجه تغطي العجين، يعني في اي مرحله من مراحل التريح بتاع العجين لازم تغطيه علشان العجينه ما تقشفش معاكي. بعد كده هنمسك كور زي ما شايفين. المره دي بقى هنعمل فطير بطريقه سهله جدا، مش هنعمل بقى رولات ولا كور ولا نعمل فرد راق راق ولا الكلام ده كله. هتشوفوا احنا هنعمله ازاي. خدنا بقى، بس كبري الكوره بتاعتك كده شويه زي ما انت شايفه كده. خلاص، كبري الكوره كده، وبعد كده حطيها في الزبده واعدليها تاني وسيبيها كده وهي مدهونه زبده وغطيها. تمام. سبتها حوالي كده نص ساعه. بصوا بقى بعد العجينه ما ارتاحت، انا بعمل لها اختبار كده تيست بايديا. بصي مكان ايدك كده ما تحسي انها غرزت معاكي، اعرفي كده ان هي ارتاحت وبقت زي الفل. جبت بقى الصينيه اللي انا هعجن فيها او هسوي فيها، هدينا دهنه حلوه كده محترمه من الزبده او السمنه البلدي. انتوا عارفين الفطير يا جماعه ما فيهوش تهريج، يعني يا زبده يا سمنه بلدي عشان يطلع معاكي كده طعمه حلو قوي. وهنمسك اول كوره بدأنا بيها تكون ارتاحت وتمام التمام. بصوا هبدأ افرد فيها بالمنظر ده. انا بقول لكم بصوا الفقاقيع دي معناها ان العجينه مرتاحه جدا وهتريحك. بصي هتفردي فيها هتبدأ تجري معاكي بمنتهى السهوله. طبعا بنفرد من جوه لبره، وزي ما انت شايفه بتبداي تورقي كده وتحطي الزبده ماده توريق او السمنه. تمام. انما الزيت انا بس بدهن دهنه على الارضيه بحيث ان الفطيره ما تلزقش معايا على الرخام. وبعد كده هنطبق الاول راق، وبعد كده نجيب الطبقة التانية عليه بهذا الشكل، وبعد كده نطبقها كلها على بعض كده ونلفها كورة ونحطها بقى ترتاح في الصينية اللي هنسوي فيها. تعالوا نعمل كمان واحدة. بصوا انا بستخدم الزيت كمادة فرد بس. تمام. لكن اوعي تعمليه مادة توريق، الفطير هينشف معاكي وهيبقى طعمه مش حلو. تمام. وكمان يكون زيت ما يكونش ليه ريحة ولا طعم، يعني يكون زيت برضو نوعية كويسة. هنمسك بقى الكورة دي نفردها كده. بصوا شايفين اللهم بارك، هي منها مرتاحة يا جماعة بتجري معايا. بصوا ببدأ بقى تورقي بالمنظر ده. لو عايزة بقى تاكلي فطير فعلا زي بتاع الأفران وأحلى، اعمليه بالطريقة دي هيطلع معاكي مورق وهش. ومن جوه بصي أنا بحط زبدة علشان هي دي اللي هتخلي الفطير معايا يورق كده وينتفخ في الفرن، وهتشوفيه ان شاء الله. انا بجيب الاول الجنب ده كده وبحط عليه حبه من الزبده كده، دهنه من الزبده، وبجيب الجنب التاني عليه واحط برضو التوريقه بتاعتنا السمنه او الزبده. وبعد كده بطبقها بقى على بعضها بالمنظر ده وبلمها كوره. شايفين كل ما بطبق جنب بحط زبده عشان يطلع معاكي مورق وهش وزي القمر ويستاهل بقك. لفتها كده كوره، هسيبها بقى ترتاح. اهم حاجه انها ترتاح. دي بقى وصلنا للفطيره الحلزونيه.
تمام. هنعمل كده فطيره حلزونيه، بس انا بدات كده فتحت الكاميرا بعد ما لفيت نصها، بس هعمل معاكم واحده من البدايه خالص. تمام. هنمسك بقى الفطيره معايا كده، هنلفها رولات. طبعا بعد ما بنفرد بنحط طبقه من الزبده كويسه علشان خاطر تورق معاكي وتبقى حلوه. بعد بقى ما ضربناها كده على بعضها هنيجي نلفها كده حلزوني. ده بقى الفطير الحلزوني اللي مشهور الايام دي، سهل جدا جدا، مش هيتعبك نهائي. وعايزه اقول لك ان شاء الله هتحبي الفطير لو جربتيه وعملتيه كده، مش هتحسي ان هو متعب ولا هيتعبك، وهيبقى حلو جدا وهترمي معاكي يعني ما شاء الله كميه كويسه. بصوا بقى بقت حلزونه حوالين بعضها ازاي. انا بدهن بقى زبده. عايزه اقول لك يعني ما شاء الله انا مغطيها زبده كده. الزبده بدات تتجمد معايا لاني سبت الفطير كده اللهم بارك كله عملته وسبته يرتاح كله مع بعض. شايفين بقى ده الفطير كده بعد ما ارتاح يا جماعه. لازم تسيبيه برضو بعد ما تشكليه وبعد ما تعمليه كور كده، تحطيه في الصينيه او الصاج اللي هتسوي فيه، وتسيبيه يرتاح لا يقل برضو عن نص ساعه، ساعه الا ربع، براحتك. كل ما تسيب الفطير يرتاح كل ما يديك نتيجه احسن باذن الله. هنبدا بقى بالفطيره الحلزونيه الجميله دي. طبعا ناس كتير هتستغربوا، بس عايزه اقول لك والله سهل جدا وجميل وبيدي نتيجه ان شاء الله هتشوفيها معايا في اخر الفيديو. هنمسك بقى كده، انا لقيت دي لسه ما ارتاحتش فركنتها وجبت التانية، وعلشان ايه اسيبها كمان ترتاح. هنبدأ نفرد بالمنظر ده. تمام. هتلاقيها جريت معاكي من غير مجهود ومن غير ما تتعبي. ليه بقى؟ لان انت ريحتيها، فكل ما بتريحي العجينه بتتفرد معاكي بمنتهى السهوله، وهتطلع معاكي ان شاء الله فطيره حلوه جدا. هي بتجري على حسب حجم الصينيه. يعني عايزه اقول لك لو صينيه اكبر من كده هتجري على حجمها، يعني كل ما هتفردي فيها هتتفرد معاكي. ليه؟ عشان هي مرتاحه. تمام كده. برضو ما ترققيش الفطير قوي عشان ما ينشفش منك، يعني خليكي كده في الوسط، ما تفضليش تفردي في الفطيره قوي عشان هترقي جدا وهتنشف منك في الفرن. تمام. انا بقول لك كل الحاجات اللي انا مريت بيها علشان خاطر تدعي لي، ما تدعيش عليا، وباذن الله هتاكلي احلى واطعم واجمل فطير واحلى من بتاع الافران كمان. دي كده فردناها خلاص. انا في المرحله دي انا مولعه الفرن تسخن على الفرن والشوايه، بس الفرن بتخليها اعلى درجه حراره والشوايه اقل درجه حراره، يعني بحيث ان الشوايه هتدي معاكي لون سريع، لكن الفرن لازم الفطيره علشان ما ينشفش منك. هما حاجتين لازم تعمليهم: ما تزوديش الزيت، ما تحطلوش زيت غير للفرد بس على الارضيه، وكمان حرارة الفرن تبقى عالية جدا، يعني الفرن تبقى سخنة جدا معاكي. ما تجيش في الفرن باردة تحطي الفطير هينشف ومش هيقب بالمنظر ده. عارفة اول ما تلاقي الفطير كده انتفخ معاكي في الفرن وقب، اعرفي ان الفطير هيبقى مورق وزي العسل، لكن غير كده مش هيبقى معاكي فطير حلو خالص، هينشف منك. تمام. دول الصينيتين دول احنا عملناهم كده تجربة، حتى الدليل يعني شايفين حواليا الصواني لسه ما بدأتش اسوي، انا قلت اجرب في فطيرتين كده صغيرين جربنا فيه في الفرن وجربناهم كمان. عايزه اقول لك اديكي شايفه الجمال. الجمال يا جماعه هو بيتكلم عن نفسه، لونه وطراوته وطري جدا من جوه، والزبده كده منغنغ كده زبده وزي العسل. وادي كمان بقيه الصواني اهي بتستوي معانا، دي خدت لون من الجنب، وادي زي ما انتم شايفين دول برضو الفطيرتين اللي هم صغيرين. ودي كده بقيه الفطاير كلها طلعت بألف سلامة من الفرن. دي الفطيرة الحلزونية انا بطبقها لكم. يعني شايفين يا جماعة الطراوة بتاعته كده، والزبدة كده مدياله لون اصفر وجميل، والارضية اللهم بارك. يعني بصي اهم حاجة برضو خلي بالك من التسوية، لان الارضية برضو ممكن تتلسع منك في ثواني، فانت دايما تخلي بالك اول ما تلاقيه اداكي لون ارفعيه على الشوايه. بصوا بقى الفطير يا جماعه اللهم بارك بيتكلم عن نفسه. بصوا القاع الصينيه، التسويه اهم حاجه يا جماعه. تمام. ودي كده فطيره صغيره شايفينها كده هشه كده ومورقه. عايزه اقول لك احلى من الافران بكتير بكتير، يعني انسي الافران دي خالص، بيبقى معاكي الفطير مجلد ومش حلو، وبيبقى ناقصه سمنه وناقصه حاجات كتير قوي، يعني هو ناقصه فطير اصلا. وزي ما انتم شايفين عملوا معايا 3 كيلو، عملوا معايا 11 فطيره، لكن اللهم بارك 11 فطيره كده محملين متنغنغين سمنه، انت عاملاهم بايديكي. بصي فطير فلاحي على اصوله. بصوا دي يا جماعه طريه طراوه، تعالوا كده نشوفها. بصوا طالما الفطيره بتتني معاكي كده اعرفي ان هي طريه، ولازم تعرفي كل مره بتعملي فيها فطير ايه سبب ان هو مثلا بينشف منك او ما بيطلعش مثلا بيقب معاكي في الفرن. كل مره هتتعلمي من اللي قبلها. بصوا احنا بنقطعها كده اللهم بارك، شايفين جمالها يا جماعه، مورقه كده. بصوا تتاكل حاف من غير اي حاجه. وعايزه اقولك الفطير الحلزوني ده ممكن برضو تحشيه
اي حشوه انت عايزاها. ممكن تحشيه جبنه موتزاريلا، ممكن تحشيه اللهم صل على النبي نوتيلا، ممكن تحشيه اي حاجه. وممكن الفطير ده تعملي من فوق بيتزا، يعني ممكن تحطي كده شويه زيتونه على فلفل على طماطم، بقى عندك احلى فطيره بيتزا في الدنيا. شويه كاتشب بقى وبتاع وحركات، بقى اللهم بارك. ادي صينيه الفطير المحترمه بتاعتنا. ويا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله. اشوفكم في فيديو جديد.